حبايب قلبي من كل مكان وحشتوني. والنهارده بأمر الله واحد أحد جايين نتكلم عن حلقة جديدة من نص 12 في برنامجكم خفايا وأبراج مع منى أحمد. جايين نشوف الأخبار إيه في خفايا وأبراج في النص، يعتبر الأسبوع الثاني من شهر 12. الأسبوع الثاني من شهر 12 الأخبار إيه؟ لكن قبل ما نشوف الأخبار ما تنسوش قناتنا على التيك توك اسمها منى أحمد خبيرة الأبراج، أو خبيرة الأبراج منى أحمد بالعربي، وعندنا منى أحمد بالإنجليزي على التيك توك. عندنا على الفيسبوك خبيرة الأبراج منى أحمد، عندنا على اليوتيوب ملكة الأبراج منى أحمد، وكمان منى أحمد أبراج وطاروت. عندنا قناتين. جايين بأمر الله واحد أحد جايين نشوف الأخبار إيه. طبعا للاستفسار عندكم على الواتس الرقم 010 955 09943. هقول تاني 010 955 09943. هنشوف الأخبار إيه والنظام إيه في ال 12 برج، هتكون إيه في الأسبوع الثاني من شهر إيه، من شهر 12. الاسبوع الثاني من شهر 12. بس هنقول نبذه صغيره عشان الناس تفتكر. احنا طبعا في شهر الايه، في شهر القوس. طب انت قلتي ليه يا منى ان هو شهر القوس؟ لان الفتره دي الشمس متواجده بالفعل في برج القوس لحد 20/12. وعايزه اوجه كلمتين لبرج القوس، ان انت يا برج القوس فرصتك الاخيره، فرصتك الاخيره. لو انت ما قدرتش تصلح الفترة دي لحد يوم 20/12، طبعا بعد كده فرصتك بتقل لغاية ما توصل لمرحلة انت ما كنتش عايز توصل لها. بمعنى كلكم او اكتركم بيفكر في الماضي، والماضي ده بالنسبة لكم انتحار، لان في منكم هيرجع وهيكون بيجيب لنفسه القدر، بيجيب لنفسه الحاجة اللي مش مستحبة، بيجيب لنفسه يقولك إيه يعني بتحضروا العفريت كده في وشكوا سبحان الله وانتم مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. للأسف يا برج القوس انت بتجري على الناس اللي ما ينفعكش، اللي فاحرين لك الفحرة اساسا. ولو فرضنا ان في رجوع يبقى في دمار، فرضنا ان ما فيش رجوع برضو في دمار، لانكم عمالين تفكروا في الشيء اللي المفروض ما تفكروش فيه. انتوا بتجلبوا لنفسكم الطاقة السلبية وانتوا مش عارفين، لان الفترة دي المفروض ان انتوا بتنسوا الماضي وبتفكروا في الحاضر. يبقى بمعنى كل اللي بيفكر في جديد في جديد وداخل السنة الجديدة بيه. اما الناس اللي بتفكر في قديمها، حتى لو خطوبة، حتى لو حب، حتى لو جواز، حتى لو كان بينكم 10 عيال وهو مش عايزك وعايز حد تاني، ما تلوميش غير نفسك. ما تلوميليش على واحدة ممكن تكون اخدته او واحدة عايزاه، او ما هو العاب مش منك ولا منه، العاب مش منها، العاب من ان انت عمالة تجري ورا سراب، ان هو اختار وانت ما عرفتيش تختاري. يبقى الحل اللي انت تدوري على نفسك، يبقى هي فترة الحلول او فترة الاختيارات الصحيحة. انت ازاي بتفكري في حاجة فيها بالنسبة لك حبل المشنقة، فيها بالنسبة لك دمارك، يعني بقول لك وجع ساعة ولا كل ساعة. انا بدي النبذة لبرج القوس، لان برج القوس رايح السنة الجديدة، وانا مش هتكلم دلوقتي على تفاصيل، بس عايزة اقول لك يا برج القوس انت اللي هتختار. يا هتختار الاسانسير فجأة تطلع للكويس، يا هتختار الدور الارضي اللي ما حدش عارف لك مكان فيه. اختياراتك هي اللي هتبين الفترة دي انت عايز ايه يا برج القوس. تاني حاجة زي ما انا قلت الفرصة حلوة لبرج القوس لحد 20/12، كذلك في ابراج تاخد بالها لحد 20/12، زي ما احنا قلنا برج الحوت، زي ما احنا قلنا برج الجوزاء، زي ما احنا قلنا برج العذراء. 3 ابراج يخلوا بالهم. برج القوس هيخلي برج القوس الشمس عنده فبيدعم ابراج معينين وبيدعمش ابراج معينه. الابراج اللي بيدعمهاش الحوت، العذراء، الجوزاء. 3 ابراج يخلوا بالهم لحد يوم 20/12، ولا ياخدوا قرارات ولا يحاولوا ان هم يستفزوا حد ولا حد يستفزهم، ولا يحاولوا ولا بيع ولا شراء، وياخدوا بالهم من المخادعات او من الناس المخادعه اللي حواليهم. طيب احنا النهارده بعون الله واحد احد جايين نتكلم عن
طبعا الابراج المدعمه هتكون الابراج الناريه في الاول، زي الاسد، زي الحمل، زي الدلو الهوائي، زي كمان عندك الميزان. فدول كلهم من الحاجات اللي هم هيبداوا يفكوا الفتره دي برضو. طب احنا دلوقتي جايين نتكلم عن الاسبوع الثاني من شهر 12 لبرج الحمل. الاسبوع الثاني من شهر 12 لبرج الحمل. لما نتكلم عن الاسبوع الثاني من شهر 12 لبرج الحمل عايز يقول لنا ايه؟ بص يا برج الحمل، انت عمال تفكر في ذكرياتك او في موضوع يخص ذكريات، ممكن يكون ناس قديمه راجعه لك، ممكن تكون انت بتفكر في قديمك، ما هو مش شرط حد راجع لك، ممكن تكون ندمان، زعلان، مقهور، الله اعلم يا حمل. شايفاك يا برج الحمل ان في موضوع محكمه او في موضوع استشاره دكتور او محامي، او انت تعبان او فيك شويه تعب. شايفاك يا برج الحمل حاسس احيانا ان الحظ كل ما تبقى حليفك او يكون معاك بتلاقي الدنيا فجأة بتلف وتدور حواليك، ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجرى، انت مش عارف في ايه. شايفاك يا برج الحمل ان انت عايز تسيطر على الاسد، تسيطر على القوس، تسيطر على الحمل اللي زيك، او انت يا برج الحمل عايز الفترة دي تكون من الفترات المسيطرة، الله اعلم. شايفاك يا برج الحمل عايز تعمل حدود لناس في حياتك تعبوك نفسيا، تعبوك صحيا، تعبوك ماديا، تعبوك باسم الحب، ممكن تكون الشريك او الحبيب، الله اعلم. شايفاك يا برج الحمل نفسك تحس بالسعادة، نفسك ترتاح البال، لكن في ناس بيحاولوا يأذوك او يعملوا معاك المشاكل. وخلي بالك ان في واحدة في حياتك يا برج الحمل صفرة كيادة مش كويسة، انت ذات نفسك يا برج الحمل هتكتشف ان في واحدة كيادة وكاهنة في نفسها، انت ذات نفسك يا برج الحمل هتكتشفها او هتتأكد ان الشخص ده مش كويس معاك، او الشخص ده ما يستاهلش يكون معاه اساسا. طيب ان احنا دلوقتي هنشوف، ممكن واحد دي تكون صديقة، ممكن يكون حبيبة، ممكن تكون قريبة، الله اعلم. 3 ورقات انذارات يا ارشادات يا حمل، 3 ورقات انذارات يا ارشادات يا حمل، 3 ورقات نشوف اخبارك يا حمل. اول ورقة بتقول ان انت تحذر المكايد والحوارات وتخلي بالك من اي نقط، تخلي بالك وبرج الحمل تبص دايما اللي ليك واللي عليك. شايفاك يا برج الحمل عايز تسيطر على الاسد يا القوس يا الحمل اللي زيك، او انت يا برج الحمل عايز تكون قوي للفترة الجاية، برغم ان انت الفترة دي معلق ومشتت وحيران، ممكن يكون في امر جواز، في امر ارتباط، في امر بخصوص حاجة مأذون، في عندك كده حاجة بتفكر فيها يا لا، الله اعلم واعلى يا برج الحمل. بعد كده رايحين لبرج الثور، ولما ندخل على برج الثور ونشوف اخبارك يا برج الثور الاسبوع الثاني من شهر 12. اخبارك ايه يا برج الثور؟ عامل ايه يا برج الثور؟ فيك ايه يا برج الثور؟ شايفاك يا برج الثور خسرت، تعبت الفترة دي، تعبت الفترة دي، شفت كتير الفترة اللي فاتت، انا شفت كتير الفترة اللي فاتت، ده برج الثور اللي بيقول. خسرت كتير يا برج الثور، انا خسرت كتير، انا تعبت كتير، انا مبقتش عارف مين معايا مين عليا، مين بيخسرني مين بيسيبني. شايفاك يا برج الثور ان انت في خبر حلو جاي لك بامر الله، في حاجة جايه لك هتعوض صبرك بخير، وقول ان شاء الله. شايفاك يا برج الثور في موضوع يخص فلوس، او انت يا برج الثور طلع شيء لله بامر الحاجة عشان امورك تتقاضى يا برج الثور. شايفاك يا برج الثور في حد في حياتك من الاسد يا الحمل يا القوس يا انت يا برج الثور، لازم ان انت تسيطر على نفسك بكل قوة، تبقى عارف انت عايز ايه، بتتكلم في ايه، جواك ايه. شايفاك يا برج الثور في موضوع يخص عرس، يخص جواز، يخص نصرة،
يخص امر حلو جاي لك بامر الله. برغم انا شايفاه كان في محامي او دكتور او حاجه بتخلصها او توضيب، بس انا شايفاه جعلك فتره تعبان نفسيا، تعبان صحيا، تعبان من الناس اللي حواليك، الناس اللي دمرتك، الناس اللي تعبتك نفسيا، الناس اللي كانت بتتلاعب بيك يا برج الثور. ما بقيتش عارف الناس دي عايزه منك ايه، ما بقيتش فاهم الناس دي ايه، بس الكارت بيقول لك ابشر، في عندك يا مولود جديد، يا عندك حياة جديدة، يا حب جديد، الله أعلم وأعلى يا برج الثور. في شيء هيسعدك، قول إن شاء الله يا برج الثور، في شيء كويس أو حياة جديدة أو شيء تعويضي ليك، الله أعلم. 3 ورقات إنذارات يا إرشادات لبرج الثور، 3 ورقات انذارات يا ارشادات لبرج الثور. اول ورقه بتقول عندك يا ترقيه يا فلوس يا نقله يا شيء جديد في حياتك. شايفه الحظ هيكون حليفك بامر الله واحد احد، بس احذر واحده كاهنه صفرة خسرتك مش كسبتك. ممكن تكون حبيبة، صديقة، طرف ثالث، حد قريب، الله أعلم، خسرتك وشايفاك حزنت حزن شديد يا برج الثور، يا على فلوس يا على شخص يا على نفسك، والله أعلم. ندخل على برج ايه؟ ندخل على برج الجوزاء. يلا يا برج الجوزاء يا غالي، تعال نشوف أخبارك ايه الأسبوع الثاني من شهر ايه يا منمن؟ من شهر 12، ونشوف اخبارك يا برج الثور يا برج الجوزاء. يلا يا برج الجوزاء نشوف الاخبار ايه. يلا يا برج الجوزاء يا غالي تعالى نشوف اخبارك ايه يا برج الجوزاء، ونقول بسم الله ونشوف اخبارك يا جوزاء. يلا يا برج الجوزاء تعالى نشوف اخبارك ايه يا جوزاء، ونقول بسم الله. شايفاك يا برج الجوزاء في موضوع يخص عدالة، أو موضوع يخص محكمة، أو موضوع يخص فلوس، أو موضوع يخص حق يا برج الجوزاء، الله أعلم. شايفاك يا برج الجوزاء محتار بين حاجتين، يا بين شخصين، يا بين أمرين، يا بين قلبك يا بين عقلك، الله أعلم يا برج الجوزاء. في موضوع محكمة، أو ممكن يكون دعوة مستجابة، أو موضوع يخص حق يا برج الجوزاء، والله أعلم. شايفة واحدة بتراقبك بنية خبيثة، أو في واحدة نيتها من ناحيتك يا جوزاء نيتها مش حلوة. في واحدة ماسكة مفتاح حياتك يا بالخير يا بالشر، وممكن تكون طرف ثالث عندك أو مسيطرة عندك، الله أعلم. شايفاك إن أنت هتبدأ ترتاح البال، بس تحذر المكايد، وبنحذر من المكايد. في بعضكم عنده احتفالية، أو عنده تصالح، أو عنده رجوع، أو عنده حاجة تخص رجوع أو تصالح أو احتفالية أو حاجة زي كده يا برج الجوزاء، والله أعلم. شايفاك كمان يا برج الجوزاء ست الجوزاء يا قلقانة على صحتها، يا قلقانة على نفسها، يا قلقانة على حمل، يا قلقانة على أولادها، يا قلقانة على حاجة، الله أعلم يا برج الجوزاء. هنطلع 3 ورقات، ال3 ورقات إنذاراتك وإرشاداتك، ونشوف ال3 ورقات يا برج الجوزاء عايزة تقولك إيه. 3 ورقات إنذارات وإرشادات، 3 ورقات إنذارات وإرشادات. أول ورقة بتقول شايفاك معلق، مشتت، حيران، تعبان يا برج الجوزاء. طلع برضو امورك شيء لله عشان امرك يتفك بامر الحاجه، لانك بتلف وتدور حوالين نفسك الفتره دي. في بعضكم عنده موضوع عربيه، موضوع بيت، موضوع شقه، موضوع كلام، في حوار، الله اعلم واعلاه
يا ايه يا جوزاء. هندخل على مين؟ على برج الايه؟ برج السرطان. يلا يا برج السرطان يا طيب عشان نشوف اخبارك ايه، عايزه تقول لك ايه الفتره دي يا برج السرطان، ونشوف الاخبار معانا هتكون ايه. يلا يا برج السرطان يا غالي تعالى نشوف اخبارك عايزه تقول لك ايه الفتره دي. برج السرطان الاسبوع الثاني من شهر 12، الاسبوع الثاني من شهر 12 عايز يقول لك ايه يا برج السرطان؟ الاسبوع الثاني يا برج السرطان عايز يبلغك بايه؟ عايز يقولك ايه؟ تعال نشوف مع بعض الاخبار ايه. يلا يا برج السرطان يا غالي ونقول بسم الله ونشوف اخبارك يا برج السرطان، ونقول بسم الله. الاسبوع الثاني شايفاك يا برج السرطان ست السرطان قلقانه على اولادها، بعيده عن اولادها، عندها موضوع حمله، عندها موضوع ولاده، موضوع نسائي، موضوع تعب صحي، الله اعلم. برج السرطان شايفه ان في كلام على فلوس، او انت يا برج السرطان الفتره دي محتاج فلوس في امر ما، تشتري حاجه تجيب حاجه، امر عندك الله اعلم. شايفاك كمان يا برج السرطان ما ننكرش ان انت حواليك ناس جاسوسه، ناس خاينين، ناس مخادعين، وما ننكرش ان في ناس ممكن تطلب منك فلوس او هيطلب منهم فلوس. شايفاك يا برج السرطان ما بقاش عندك ثقه في حد اساسا. الفتره دي يا برج السرطان كانت من الفترات الصعبه عندك يا برج السرطان. شايفاك كمان روحانياتك واحساسك عالي جدا، روحانياتك واحساسك عالي جدا الفتره دي بالفعل يا برج السرطان. شايفه يا برج السرطان في عندك خيانه عاطفيه، خلي بالك من الكلام اللي بنتكلمه، او تأويل كلام بيتقال، يا خيانه عاطفيه يا تأويل كلام بيتقال او حوارات بتتقال، الله اعلم. في بعضكم عنده تربيط، في بعضكم عنده موضوع سجن، في بعضكم عنده سحر او تعطيل او وقف حال، خلي بالك يا برج السرطان. شايفاك كمان يا برج السرطان في بعضكم عنده احتفالية او تصالح او حاجة جديدة في حياته، او عدالة او محكمة او كرمة، الله اعلم. في شيء حاجة زي كده الله اعلم يا برج السرطان. طيب هنشوف 3 ورقات انذاراتك وارشاداتك يا برج السرطان، عايزة تقول لنا ايه؟ انذاراتك وارشاداتك يا برج السرطان عايزة ايه؟ عايزة حتى تبلغنا بايه يا برج السرطان، ونشوف مع بعض الاخبار ايه. يلا يا برج السرطان يا غالي 3 ورقات انذارات يا ارشادات، عايزه تبلغك بايه؟ بس انت متوتر يا برج السرطان. يلا يا برج السرطان انذاراتك وارشاداتك عايزه تقول لك ايه يا برج السرطان يا غالي؟ برج السرطان الغالي تعال نشوف اخبارك ايه. اول ورقه بتقول لك في كلام من الماضي يا برج السرطان بيتفتح. شايفاك اختياراتك سر نجاحك يا سر فشلك، بمعنى في حاجه هتوصلك يا هتنزلك، في عقد الالماظ يا حبل المشنقه. خلي بالك يا برج السرطان من الاختيارات، محدش هيختار غيرك ولا انا ولا حد تاني. شايفاك يا برج السرطان عندك موضوع سفر او موضوع تغيرات او تنقلات او رايح من مكان لمكان او تغيير جو. شايفاك يا برج السرطان محتاج تنظف نجمك، يا من طاقة سلبية، يا عايز تنظف نجمك من حوارات حواليك، عايز تنظف نجمك من الاخر داخل على سنة جديدة. نظف الناس اللي ملهاش لازمة اللي في حياتك يا برج السرطان، نظف الناس اللي ملهاش لازمة يا برج السرطان. طيب بعد كده رايحين لمين يا منمن؟ بعد كده رايحين لبرج الأسد ملك الغابة. تاني أسبوع من شهر 12 لبرج الأسد، ونقول بسم الله
ونشوف الاخبار ايه لبرج الاسد. يلا يا برج الاسد تعالى نشوف اخبارك الاسبوع الثاني ونقول: انا الاسد سهمي نفذ منه المدد لا ابالي من احد وقل هو الله احد. يلا يا برج الاسد يا غالي تعالى نشوف اخبارك. الورقه اللي وقعت دي بتقول ايه يا ترى يا اسد؟ فيك ايه؟ يلا يا برج الاسد، ده في ورق كتير، ده انت ايه التوتر اللي انت فيه ده يا اسد؟ لا 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 كده الاسد باين. شوف يا اسد، اللي انا شايفاه ان انت هتدي ظهرك بالفعل للناس في حياتك. الناس دي ما بتيأس، الناس دي قاعده عايزه تبوظ لك مجرى حياتك. ممكن تكون الشريك يا برج الاسد في عندك موضوع فلوس، كلام على فلوس، في عندك هجوم، في عندك موضوع عدالة أو محكمة. شايفاك يا برج الأسد ما عدتش هتسكت، وده المفروض. تمسك العصا يا برج الأسد لمن عصى. شايفاك يا برج الأسد في فلوس طالعة، فلوس نازلة، انت نفسيا ماديا مش قد كده، بس اللي انا شايفاه اللي انت حواليك مكايد وناس عمالين يطعنوا فيك او يغدروا فيك، فخلي بالك يا برج الأسد. خلي بالك يا برج الأسد، وخصوصا من الشريك، من الناس القديمة اللي عندك اللي عايزة ترجع كله تحطه في البلوك يا أسد. حارب، لان الناس دي مش هينفع ان انت تكون معاهم ولا ينفع ان انت ترجع لهم يا برج الاسد. طاقة الشريك القديم، زوجة زوج من برج الاسد، يبعدوا عن اي حد بيحاول يرجع. 3 ورقات انذارات يا ارشادات يا برج الاسد. 3 ورقات انذارات وارشادات لبرج الاسد. عايزة تقول لنا ايه؟ عايزة تبلغنا بايه؟ يلا يا برج الاسد يا غالي تعالى نشوف اخبارك يا اسد، ونشوف اخبار نظامك ايه، ونقول بسم الله. يلا يا اسد يا غالي نطلع 3 ورقات انذارات يا ارشادات بس. اول ورقة بتقول: عندك نصر، عندك فرحة، عندك حاجة هتفرح قلبك يا برج الاسد. شايفاك يا برج الاسد ست الاسد قلقانه على اولادها او بعيد عن اولادها، او موضوع نسائي، موضوع صحي الله اعلم، او حمل اولادها. شايفاك يا برج الاسد عندك سفر او عندك تغيرات، او عايز تروح من مكان لمكان، او عايز تغير جو، عندك مولود جديد يا حياه جديده بامر الله واحد احد يا برج الاسد. ندخل على برج ايه بقى؟ يلا يا برج العذراء يا غالي تعالى نشوف اخبارك يا برج العذراء، وندخل على برج العذراء ونشوف اخباره ايه، عامل ايه العذراء. يلا يا برج العذراء هنشوف اخبارك الاسبوع الثاني من شهر 12، ونقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا يا برج العذراء تعالى نشوف الاخبار ايه. شايفاك يا برج العذراء تحذر التلاعب. اول حاجه واحنا قلنا حذرناك الشهر ده يا برج العذراء ان في حاجات هتكتشف ليك، او انت هتكتشفها، هتتكشف عليك. خلي بالك في تلاعب يا من ناحيتك يا من ناحيه الشريك يا من ناحيه مصلحه يا من ناحيه ناس، الله اعلم. شايفاك يا برج العذراء عندك موضوع سفر، يا انت في سفر يا مترقب حد في سفر. شايفاك يا برج العذراء في كلام على فلوس، او محتاج فلوس، او بتفكر في فلوس، يا ليك يا عليك الله اعلم. في علاقة ثلاثية يا عذراء، يا عندك يا عند الشريك الله اعلم. شايفاك كمان يا برج العذراء تعبان نفسيا، تعبان صحيا، تعبان ماديا، تعبان حواراتيا، فخلي بالك تعبان حواراتيا. شايفاك كمان يا برج العذراء ان في كلام في عقر الدار، في موضوع يخص عقر الدار، والكلام جوه الدار، او حاجه بخصوص حاجه جوه عيلتك، حاجه عن كده الله اعلم. في كلام عن ورث، كلام على فلوس، كلام على تعاقد، كلام على ورث الله اعلم. شايفاك كمان يا برج العذراء
هتدي ظهرك لناس في حياتك دمروك، هتدي ظهرك لناس في حياتك في موضوع مشروع، موضوع دراسة، موضوع عمل، موضوع حاجة تخص حاجة. في ناس جواسيس، في ناس خاينين، في ناس مخادعين، في ناس مش كويسين، الله أعلم. شايفاك كمان يا برج العذراء هنطلع لك 3 ورقات، يا إنذارات يا إرشادات لبرج العذراء، ونشوف اخبارك ايه في ال3 ورقات دول يا عذراء، ونقول بسم الله. يلا يا برج العذراء نشوف الاخبار. اول ورقه بتقول لك خلي بالك ان في موضوع حسد، يا موضوع سحر، يا موضوع تعطيل، يا موضوع شياطين الانس او الجان، الله اعلم. في ناس معطلين لك في موضوع العاطفه، في موضوع جواز او ارتباط ممكن يكون تعطل، او في موضوع يخص شخص وتعطل، في شيء ما بيكملش، الله اعلم. في حاجة عندك الله اعلم يا برج العذراء، في شيء والله اعلم يا عذراء. ندخل على برج ايه بقى؟ يلا يا برج الميزان يا غالي، تعالى يا برج الميزان نشوف اخبارك هتكون ايه الفترة دي، ونقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لما ندخل على برج الميزان ونشوف اخبار برج الميزان هتكون ايه. يلا يا برج الميزان يا غالي تعالى نشوف اخبارك ايه، ونقول بسم الله. يلا يا برج الميزان تعالى نشوف اخبارك ايه يا ميزان، عامل ايه يا ميزان، نظامك ايه يا برج الميزان. يلا يا برج الميزان الاسبوع الثاني من شهر 12. شايفاك يا برج الميزان في موضوع يخص العاطفة، في موضوع يخص العاطفة. ايه يا منى ايه الموضوع اللي يخص العاطفة؟ نشوف مع بعض. شايفاك يا برج الميزان في موضوع يخص الحظ، انت الحظ بعينه ولا هيكون الشخص الحظ، الله اعلم. في شيء هيعوضك، مولود جديد، حياة جديدة، شخص جديد، الله اعلم. لانك انت الفترة اللي فاتت يا برج الميزان اكتشفت اللي عمرك ما كنت مصدقه ولا هتصدقه للأسف. شايفاك كمان يا برج الميزان في موضوع سيطرة، ممكن على الأسد الحمل القوس، سيطرة على نفسك، سيطرة على الناس اللي حواليك. بس أنا شايفة إن أنت عندك هجوم، هتهاجم حد أو حد هيهاجمك، الله أعلم. في موضوع فلوس أو موضوع ترقية أو موضوع حاجة تخص حاجة عندك، الله أعلم. شايفاك خسرت كتير وتعبت كتير وزهقت كتير وجبت آخرك كتير. شايفاك كمان إن أنت اتعاملت بقلبك وده ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. المحاربات اللي انت شفتها في حياتك خلصنا، قلبك خلاص اتقطع حتت، هتعمل كبده اسكندراني خلاص يا برج الميزان خلاص. هنشوف 3 ورقات انذارات وارشادات للميزان. يلا يا برج الميزان 3 ورقات الانذارات والارشادات، عايزين نشوف اخبارهم ايه يا برج الميزان. يلا يا برج الميزان يا غالي. شايفة عندك موضوع عرس، موضوع جواز، ارتباط، حاجة حلوة جايالك، هتنهي ماضي، هتبتدي من جديد، هتبدأ مع حد تاني، الله أعلم. بس خلي بالك إن في واحدة في حياتك يا ميزان نيتها من ناحيتك مش حلوة خالص، نيتها من ناحيتك كلها استغفر الله العظيم يا برج الميزان، فخلي بالك. يلا يا برج العقارب، برج العقرب حبيبي. يلا يا برج العقرب يا غالية اللي اسمي مش على مسمى، وتعالى نشوف اخبارك يا برج العقرب نص اللي هو الاسبوع الثاني من شهر 12، ونقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا برج العقرب كم ورقة وقعت منك؟ عندك توتر ليه يا عقرب؟ تعالى نشوف ورقك اللي وقع منك عايز يقول لك ايه. شايفاك ماسك العصا لمن عصا يا برج العقرب. شايفاك يا برج العقرب اشتريت عربية او هتشتري عربية او موضوع شراء، موضوع جواز، موضوع ارتباط،
عندك بداية جديدة، عندك حياة جديدة، بس كل ما تبدأ جديد تلاقي نهاية، كل ما تعمل حاجة تلاقي حاجة بتبوظ منك، كل ما تقول هبدأ من جديد مش عارف الناس اللي حواليك مالهم، شايفاك قلبك مخدوع، قلبك تعب من الناس اللي حواليك، شايفاك يا برج العقرب مستني رسالة، يا مستني ورقة، يا مستني شخص، يا مستني فلوس. يا برج العقرب مستنيين ايه يا عقارب؟ شايفاك كمان يا برج العقرب ان انت كان عندك موضوع سحر، موضوع سجن، موضوع تربيط، موضوع طاقة سلبية، نفسيتك ما كانتش حلوة خالص الفترة اللي فاتت، في موضوع دراسي او موضوع عملي او موضوع مشروع، بس انا شايفاك يا برج العقرب مستني شيء او في شيء انت مستنيه، والله اعلم يا برج العقرب. هنشوف 3 ورقات يا برج العقرب، انذاراتك وارشاداتك، هينذروك بايه؟ هيرشدوك بايه؟ خلي بالك من ايه؟ كل ده هنعرفه مع بعض. يلا يا برج العقرب يا غالي تعالى نشوف اخبارك ايه يا برج العقرب. يلا يا برج العقرب تعالى نشوف الاخبار ايه. شايفاك يا برج العقرب ان انت ما بقاش عندك ثقة في حد، ولا ثقة في العاطفة، ولا ثقة في الناس اللي حواليك، في كلام على مأذون او قعدة عرفية. شايفاك يا برج العقرب مستني رسالة، يا مستني شخص، يا مستني فلوس، يا مستني ورقة في حاجة وقاعد مستنيها على حاجة، الله اعلم يا برج العقرب. داخلين على برج القوس وحبايب قلبي يا برج القوس. يلا يا برج القوس تعالى نشوف اخبارك ايه الفترة دي ونقول بسم الله. شايفاك يا برج القوس عايز ترجع لشخص بس قلبك مجروح لان الشخص ده بيخدعك، عايز تشوف الشخص ده انت مش قادر تنساه، لكن في موضوع عدالة او محكمة او موضوع فلوس او موضوع تصالح ممكن يكون بينك وبينه، بس انا شايفاه اللي انت راحل في اشتغال عليك يا برج القوس، او حد بيشتغلك بالرجوع وهو ما بيشتغل مش بيرجع لك لان في ماضي تاني في حياته يا برج القوس للاسف. شايفاك يا برج القوس عايز تستشفى من اللي انت فيه ومش قادر، عايز تعرف ان انت فيك ايه ومش عارف. شايفاك يا برج القوس ان في شخص بيخدعك، في شخص بيشتغلك وممكن يكون راجع وهيرحل تاني، الله اعلم واعلى يا برج القوس، في شيء عندك والله اعلم. طيب 3 ورقات انذارات يا ارشادات لبرج القوس، 3 ورقات انذارات يا ارشادات لبرج القوس، عايزه تقول لك ايه يا قوس؟ 3 ورقات. اول ورقه شايفه في موضوع نميمه، موضوع كلام، موضوع محكمه، موضوع حاجه عندك ما بقتش واثق في حد، شايفاك ان انت عمال تدعي ليل ونهار، او موضوع محكمه عندك اساسا يا برج القوس، الله اعلم. يلا يا برج الجدي يا غالي تعالى نشوف اخبارك تاني اسبوع من شهر 12، تاني اسبوع من شهر 12 برج الجدي الغالي، عايزه تقول لك ايه يا جدي؟ شايفاك يا برج الجدي في بعضكم عنده مشاكل او عنده انفصال او عنده حيرة او عنده حيرة بين قرارين، يا بين شخصين، يا بين امرين، يا بين موضوع سجن، يا موضوع طاقة سلبية، يا موضوع تربيط، يا موضوع سحر او موضوع عدالة او موضوع محكمة، الله اعلم. شايفاك يا برج الجدي ما بتنامش، زعلان تعبان، حاسس ان انت مطعون، حاسس ان انت زعلان من اقرب الناس ليك. شايفاك يا برج الجدي تعبان نفسيا وتعبان صحيا من الناس اللي حواليك. شايفاك يا برج الجدي لازم تنظف نجمك من سحر او تعطيل او حسد شديد، في كلام على فلوس او موضوع فلوس. شايفاك يا برج الجدي في موضوع يخص طرف ثالث عندك يا عند الشريك، الله اعلم يا برج الجدي. طيب هنطلع 3 ورقات انذارات يا ارشادات، 3 ورقات انذارات يا ارشادات يا جدي، 3 ورقات انذارات يا ارشادات يا برج الجدي، ونقول بسم الله. 3 ورقات انذارات يا ارشادات.
اول كارت بيقول في موضوع ترقية، موضوع فلوس، موضوع حاجة تخص الشريك، موضوع شيخ، موضوع حد ذو قيمة او قامة انت هتقعد معاه حوار كلام، الله اعلم. يلا يا برج الدلو يا غالي، تعالى نشوف اخبارك الفترة دي يا برج الدلو، عايزة تقولك ايه اخبارك يا برج الدلو، فيك ايه؟ يلا يا برج الدلو يا غالي ونقول بسم الله. الاسبوع اسبوع يا منى، الاسبوع ايه يا منى؟ الاسبوع الثاني من شهر 12. يلا يا برج الدلو. شايفاك يا برج الدلو في كلام على فلوس، موضوع فلوس، حاجة تخص فلوس. شايفاك يا برج الدلو ان انت عايز تشعر بالسعادة وراحة البال في موضوع عدالة او موضوع محكمة او موضوع يخص الشريك او كلام على الشريك. شايفاك يا برج الدلو ان في كلام من الماضي بيتفتح او عندك بداية جديدة يا حياة جديدة ممكن مع شريك او شخص تاني، الله اعلم. شايفاك ان انت على قد رجوعك على قد انهيارك، ممكن تكون هتدي ظهرك بعد رجوع، الله اعلم. في موضوع محكمة او دعوة مستجابة او حوار عندك يا برج الدلو، يا ابيض يا اسود، الله اعلم. طيب هنطلع 3 ورقات يا برج الدلو كإنذاراتك وإرشاداتك. يلا يا برج الدلو ونشوف أخبارك ب3 ورقات. أخبار برج الدلو ب3 ورقات، إنذارات يا إرشادات يا دلو، إنذارات يا إرشادات يا برج الدلو. أنت متوتر أساسا يا برج الدلو. يلا يا برج الدلو يا غالي 3 ورقات، إنذارات يا إرشادات. شايفة حواليك ناس جواسيس وناس خاينين وناس مخادعين، الله أعلم. في كلام على فلوس، موضوع فلوس، حاجة تخص فلوس أو وفرة مالية. شايفاك يا برج الدلو في حد باصص لك بنية خبيثة. شايفاك عندك موضوع استشفاء يا من تعب صحي يا من تعب نفسي، والله أعلم وأعلى يا برج الدلو. رايحين فين؟ رايحين لبرج الحوت الغالي. يلا يا برج الحوت تعالى نشوف اخبارك الاسبوع الثاني من شهر 12. الاسبوع الثاني من شهر 12 لبرج الحوت ونقول بسم الله. يلا يا حوت. شايفاك يا برج الحوت في ست كاهنة صفرة في حياتك، في واحدة كاهنة وصفرة ومش كويسة مشيلاك الهم يا برج الحوت. شايفاك يا برج الحوت تعبان نفسيا، تعبان صحيا، تعبان تفكيريا، الله اعلم. حاسس ان في حاجات مخفية عليه. خلي بالك يا برج الحوت عندك عرض وطلب، ممكن يكون عرض شغل، عرض جواز، عرض ارتباط، عرض عيد ميلاد، حد هيقدم لك، حد يقدم له حاجة، الله اعلم. شايفاك ان في كلام من الماضي بيتفتح او حوار من الماضي بيتفتح، لكن انت حاسس ان في حوارات حواليك، في كلام عن حظر او حدود هتعملها لشخص ما. لكن شايفة برج الحوت او ست الحوت قلقانة على اولادها، قلقانة على حاجة تخص الولاد، قلقانة على حملة على اولادها، على موضوع صحي، الله اعلم. شايفاك يا برج الحوت في واحدة نيتها خبيثة ومش كويسة بقى في حياتك، 2 من الستات، واحدة صغيرة شوية واحدة كبيرة شوية، 2 خبيثة، الله اعلم. شايفاك يا برج الحوت في كلام او اسرار او حوارات حواليك، الله اعلم واعلى يا حوت. يبقى احنا كده خلصنا كام برج؟ احنا كده خلصنا 12 برج. احنا كده خلصنا كام برج؟ احنا كده خلصنا 12. احنا بقى كده خلصنا ال 12 برج. هنشوف كارت الكاشف عايز يقول ايه لكل برج. كارت الكاشف ايه يا كارت يا كاشف؟ الاسرار عايز تقول ايه لكل البرج؟ لكل برج الكاشف هيشوف هيطلع لكل برج ايه.
يلا يا حمل يا غالي تعالى نشوف الكاشف. الكاشف عايز يقول ايه للحمل. يلا يا حمل. اول كارت للحمل بيقول لك ايه؟ خلي بالك ان في ناس قاعدين لك بس زي ما بيقولوا المثل كده على السقطه وعلى اللقطه، فخلي بالك منهم. ده كشف لك حاجه اهو. طب برج الثور بيقول لك ايه؟ في ناس انت مدت لهم ايدك، بس للاسف الناس دي يا برج الثور هيتبلوا عليك في كلام، او هيقولوا كلام عليك ماهوش فيك. يلا يا برج الجوزاء يا غالي تعالى نشوف الكاشف عايز يقول لك ايه يا جوزاء. الكاشف بيقول في ناس بيحاولوا يوصلوا ليك او بيعملوا محاولات، الله اعلم. يلا يا برج السرطان يا غالي تعالى نشوف الكاشف عايز يقول لك ايه يا برج السرطان. بيقول لك ايه؟ في عندك مهما حصل لك يا برج السرطان سبحان الله عندك عناية من عند الله. تقع تلاقي نفسك قمت فجأة، يحصل موقف تلاقي نفسك بتطلع منه فجأة، قول الحمد لله. يلا يا برج الاسد يا غالي تعالى نشوف الاخبار. الكاشف بيقول لك ايه؟ بقى عندهم يعني انت متعود على كده ان هم يتجسسوا عليك، يتجسسوا. يلا يا برج العذراء. خلي بالك ان الناس في حياتك ما وراهمش غير ان هم بيذموا حواليك، ده فيه وفيه وفيه وفيه، قولوا فيه ومش فيك. يلا يا برج الميزان. الناس اللي انت قطعتهم لازم او انت بعدت عنهم لسه بيراقبوك. يلا يا برج العقرب يا غالي. في سبحان الله شخص في حياتك يا برج العقرب بيحميك، ممكن يكون حاجة روحانية الله اعلم. يلا يا برج القوس. في ناس في حياتك يا برج القوس هيختفوا لان انت اللي عملت في نفسك كده. برج الجدي في كارما وجايالك، في حق وجايلك. برج الدلو في واحدة مش كويسة في حياتك يا برج الدلو للأسف. برج الحوت في عندك عدو قديم بيعرضك لضغط، رغم انها بيزودك مشاكل مش بيطلعك من المشاكل للأسف يا برج الحوت. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. قناتنا على الفيسبوك اسمها خبيرة الأبراج منى أحمد، على التيك توك اسمها خبيرة الأبراج منى أحمد، وعندي كمان منى أحمد بالإنجليزي. على اليوتيوب ملكة الأبراج منى أحمد، ومنى أحمد أبراج وطاروت للقراءات الخاصة والرقم على الواتس 010 955 09943. هقوله تاني 010 955 09943. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. شوفوا وشكوا على خير وتصبحوا على خير.